السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا اليومين دول الجو حر جدا، فحابين ان احنا نعمل حاجة تكون سريعة، تكون حالة ساقع كده بارد ويرطب علينا، وفي نفس الوقت منقفش في المطبخ كتير، وعايزاه برضو يبقى حاجة اقتصادية وما تكلفكيش كتير. النهارده ان شاء الله هنعمل حالة بالكريم شانتيه والبسكوت، حلو قوي ان شاء الله هيعجبك. بس لو اول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. طب انا محتاجه ايه دلوقتي؟ انا معايا 4 بواكي من البسكوت، اي نوع بسكوت عندك هيمشي. ده بسكوت ساده، عندي شوكولاته بالشوكولاته وعندي بالفانيليا. حابه تعملي نوع واحد مفيش مشكله، حابه تعملي نوعين زي ما انا هعمل مفيش برضو مشكله، اللي موجود عندك امشي بيه. معايا ايه تاني؟ معايا نص كوبايه من كريم شانتيه وده خام، معلقتين كبار مليانين بالسكر، ولو هتستعملي اللي هو البواكي خلاص مش هتستعملي السكر. تمام. ومعايا نص كوبايه من الميه الساقعه، طبعا انا هحطها في الفريزر ولازم تبقى فيها بواقي كده من التلج علشان تساعد على الكريم شانتيه بتاعك اللي هو يتماسك بسرعه. طيب اللي بعد كده ده بقى حاجه بتاعتك انت، حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص. بس انا حابه ادلع الحاله بتاعي شويه، ويعني احط له شويه حاجات. هحط له ايه؟ عندي شوكولاته شيبس، عندي قطع مانجا، حابه تحطي مكسرات حطي، حابه اي حاجه حابه تحطيها، لو اي نوع فاكهه تاني برده مفيش اي مشكله. لكن الاساسي بتاعنا البسكوت والكريم شانتيه، اي حاجه بعد كده دي بتاعتك انت. طب انا هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ان انا هضرب الكريم شانتيه بتاعي. هجيب اي طبق كده وهنزل نص كوبايه من الكريم شانتيه، وعليها نص كوبايه من الميه الساقعه. عايزه تستعملي اللبن براحتك مفيش مشكله. معلقتين كبار كده من السكر البودر. ما عندكيش سكر بودر ممكن تستعملي حبيبات، بس دوبيها الاول في الميه وبعد كده حطي الكريم شانتيه وضربيه، مفيش برضو اي مشكله. بالشكل ده، وهبدا اضرب الكلام ده مع بعض. بصوا هو كده قوامه حلو جدا. تمام. طب انا هعمل ايه؟ هشيل بقى المضرب بتاعي كده، هبدا اشيل بقى الكريمه بتاعتي كده واجيب البسكوت. انا هكسره كده ايه، يعني على 4 مثلا، مش عايزاها تبقى ايه مكسره قوي، في نفس الوقت ما تبقاش قطع كبيره كده. حلو القطعه دي كده حلو. تمام. وهبدا ايه اكسرهم كلهم كده. اي نوع بقى بسكوت موجود يعني مش هيختلف كتير. كده حلو قوي. كده تمام. هبدا بقى احط عليها شويه من الشوكولاته الشيبس، طبعا الكميه دي بتاعتك. دي عباره، انا كانت دي عباره منجايه. انا طبعا لسه ما جبتش المانجا السنه دي، ده كنت مفرزاها في الفريزر عندي. طلعتها بصي زي ما هي، وبسم الله ما شاء الله لونها جميل وزي الفل. اخدت نصها ونصها هزين بيها. عايزه تحطي بقى اي نوع فاكهه تاني مفيش اي مشكله. انا هحطها كده كده، وهبدا انزل بالكريمه بتاعتي، او هنزل كده دي احسن كده. نقلب كده بالشكل ده كده. تمام قوي. هعمل ايه؟ اي بقى قالب عندك، اي صينيه، اي حاجه موجوده، هبدا اجيبها كده اغلفها بس بكيس او ستريتش، اي حاجه عشان تبقى سهله. انا عندي صينيه الانجليش كيك كده دي هستعملها. عندك اي صينيه عاديه المونيا اي حاجه مفيش مشكله، اهم حاجه انت بس تحطي لها كيس او ستريتش راب بس عشان تقدري ان انت تقلبيها. عايزه تحطيها في كاسات وتقدميها في كاسات براحتك برده مفيش مشكله. وهبدا انزل بيها كده بسم الله. عايزه تحطي عليها زبيب مكسرات برده بتبقى حلوه جدا. انا حسب اللي موجود عندي انا بحط كده. وهبدأي بقى ايه، هتساوي الطرف بتاعها او السطح بتاعها كله بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ انا هاخدها بقى كده، هقفلها كويس تمام كده، وهحطها في الفريزر مش اقل من ساعتين 3. هو الجو دلوقتي حر فهتاخد وقت اكتر شويه. هبدأ احطها في الفريزر ان شاء الله ونيجي نقدمها مع بعض. اهي بالشكل ده.
هدخلها الفريزر ان شاء الله، اول ما نطلعها نقدمها مع بعضين. خلاص كده انا طلعت الحله بتاعي من الفريزر. طبعا انت كل ما هتسيبيه فتره في الفريزر كل ما هيبقى يتماسك اكتر ويبقى سهل بالنسبه لك ان انت تقلبيه، بس انا عشان مستعجله عليه فمش مشكله خالص. هبدا اقلبه بقى معاكم كده. بسم الله. هبدا اجيب اي طبق بقى عندك كده وابدا اقلبه. انا حتى الطبق كنت حاطاه في الفريزر عشان درجه حراره عاليه قوي اليومين دول فممكن تسيح معايا كده، وابدا لا انا اقلبه بالشكل ده. طبعا عشان انا حاطه كيسه هيبقى سهل بالنسبه لك انت تقلبيه. بصوا هيبقى منتهى السهوله بالشكل ده، مش هيعمل معاكي اي حاجه. بصوا بيتقلب بسرعه ازاي. طيب طبعا انت ممكن تقدمي كده مفيش اي مشكله خالص، بس انا عندي صوص شوكولاته كده، هبدا ان انا ايه ازينه بشويه من الصوص الشوكولاته بتاعي كده. طبعا انت ممكن لو مش عايزه مفيش مشكله، دي حاجه زياده مني. بسم الله. طبعا الحاجات الصغيره اللي بنعملها ليها دي برضه بتفرق كتير في الحلب اللي احنا بنعمله، بس لو ما عملناهوش مش مشكله يعني. كده حابه تحطي بقى صوص كراميل لو عندك اي صوص بتحبيه تمام، اي حاجه بقى بتفضليها مش مشكله. اعمل كده زود هنا شويه كده بالشكل ده، حلو قوي كده. عندي شويه من الشوكليت شيبس هحط برضو عليها كده. انا عندي قطعه من المانجا ممكن احطها تحت كده كده. طبق بسيط ما فيهوش اي حاجه، اقتصادي، كل حاجه فيها ما شاء الله حلوه قوي، وما خدش معايا وقت خالص. يعني كل الوقت ان انا اسيبه يجمد بس، لكن اكتر من كده مش هياخد وقت معاكي خالص. والمقادير انا مش شايفه فيه مقادير، يعني هي كوبايه الكريم شانتيه ومفيش حاجه تانية وشويه البسكوت اللي انا حطيته بس. لكن الحاجات التانية اللي انا حطيتها دي انا قلت لكم ان هي ممكن تشيليها مفيش مشكله، مش هتاثر في الوصفه بتاعتك، بس انا بحب اعلي الحاجه شويه تبقى طعمها احلى وتبقى احلى. هحط عليها كده برضو ايه بس كده. وادي شكل الطبق بتاعي، بصوا شكله ما شاء الله حلو ازاي. نبدا نحط الحله بتاعنا ونشوف شكله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بصوا شكله. الطبق كده بصوا الحله جميله ازاي. بصوا ما شاء الله، بصوا قد ايه جميل. قطع البسكوت فيها باينه والمانجا والشوكولاته جميل قوي. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.